أهلا بكم من جديد. النهاردة هنتكلم عن فنانة قديمة شوية، كان ليها دور وحيد. كانت في كومبارس، هي الفنانة بهيجة رشدي. عنوان الفيديو بتاعنا بيقول: توتو في ليلة الدخلة دافعت عن شرف أختها فقتلها بلطجي وفي إيديها مهرها. هنقول إن هي قدمت دورها الوحيد في السينما. توتو بنت المعلم الخرطوشي، وفي يوم وهي راجعة من الشغل وقفها بلطجي وشتمها فبصقت في وشه. فضربها على وشها ووقعت على الأرض، لقت طوبة جنبيها، راحت ماسكة الطوبة وخبطها في دماغه لحد ما جاب دم، ضحكت عليه الناس. المهم ان هو هددها ان هو هينتقم منها. كل ده كان طبعا لان البلطجي عايز يتجوز اختها المخطوبة عافية. وهي كانت رافضة رفض تام. يعني لما عرف خطيبها طبعا باللي حصل قال لها: خلاص احنا لازم نتمم الجوازة بأقصى سرعة، بس انا محتاج 100 جنيه عشان اقدر اتجوز يعني. فالمهم هي اتعاطفت معاه بهيجة رشدي وقالت ان انا هتصرف في ال100 جنيه. حاولت تدور على شغل، فالريجيسير قال لها ان الفنان الكبير محمد فوزي عايز كومبارس الفيلم يا حلاوة الحب. المهم ان هي قدمت. والمهم قعدت تبكي في اثناء تصوير الفيلم، فشافها سليمان نجيب. فسألها في ايه، فحكت له الحكاية طبعا بالتفصيل. راح جاي عطيها ال100 جنيه وقال لها: لو اتعرض لك البلطجي قولي لي. المهم وهي راجعة من الشغل قابلت البلطجي، راح جاي موقفها برضه، اعترض طريقها. وطلب منها ان هو برضه يتجوز اختها يا اما هيقتلها يعني. فطبعا رفضت وقاومته، فراح جاي ماسك خشبة فيها مسامير وراح جاي ضاربها فوق دماغها، فماتت في الحال. طبعا اتجمع الأهل والقرايب والصحاب والجيران عليها، وقعدوا يصوتوا طبعا بشكل كبير ويعيطوا. وكانت طبعا ميتة وهي ماسكة في ايديها ال100 جنيه اللي هي المهر بتاع اختها. وبكده ينتهي الفيديو بتاعنا النهاردة، وتحياتي ليكم.